وسام ابو علي بيتحدى اداره النادي الاهلي وعرض سعودي لاحمد عبد القادر. اعمل متابعه وتعال اقول لك. وسام ابو علي بيطلب من النادي الاهلي تخفيض المطالب الماليه اللي الاهلي طالبها فيه من نادي الريان القطري وهو 10 مليون دولار. النادي الريان باعت 8 مليون دولار، لكن وسام ابو علي عايز يطلع بره، فعايز يحترف، فعايز المبلغ يقل ل 8 مليون دولار عشان الصفقه تتم. النادي الاهلي رافض ده. والصفقه بتاعه احمد عبد القادر، احمد عبد القادر جاله عرض من نادي الحزم السعودي لمده موسم تقريبا اعاره او بيع نهائي، لكن النادي الاهلي بيدرس العرض. فوسام ابو علي، لو انا شايف من اداره النادي الاهلي ان نادي الريان القطري هيجيب لاعب اسمه ميشائيل، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، وحاليا هو لاعب نادي فلامينجو البرازيلي. اللاعب ده معدي مع نادي فلامينجو ال 40 مباراه، مسجل هدفين بس. نادي الريان هيشتريه ب 13 مليون دولار. شايف ان لاعب زي وسام ابو علي، شوف عامل ايه مع النادي الاهلي في كاس العالم وعامل ايه معاه في الدوري، ولا مهاجم فعلا. تروح انت مستخسر فيه ال 10 مليون وتدفع في لاعب زي ميشائيل معدي ال 30 سنه، عايز تدفع فيه 13 مليون وانت مستريح. فالنادي الاهلي شايف ان القرار ان انا مش هبيعه اقل من 10 مليون دولار ده قرار صح. لو انت شايف ان القرار ده صح، اكتب في التعليقات وما تنساش المتابعه تاني. السلام عليكم.